بدي حضرك حزورة. شو؟ مين بيقول العود دندن دنلي والطبل طبطبطبلي وطبطبت طبطبت طبطبت طبطبطبالي؟ لحظة منين جايبتيها لهي انت؟ مين بيقول بتعرفها للحزورة؟ حيث كانت غزيات دقيقة هي مو ما في حدا بيقولها، انت منين جايبتيها؟ هي على فكرة قصة بتاخذ العقل. شو هي ابو جعفر المنصور هذا الخليفة العباسي هات كان كتير عسلامته كان معي بالجامعة. ايه طبعا على فكرة هذا الزلمة كان كتير حريص على اموال الدولة وكان خليفة هو، واشترط على الشعراء انه كل واحد بيقدم قصيدة لازم يكون القصيدة من قوله هو لحتى يعطيه عليها جائزة، وبتعرف الشعراء دائما بيسترزوا من وراء هي الشغلة. وكان هو في صفة رهيبة جدا انه اي قصيدة مهما بلغت من طولها كان يحفظها من اول مرة الخليفة، وكان عنده غلام بيحفظها من ثاني مرة، وعنده جارية بتحفظها من ثالث مرة. فيجي الشاعر كاتب قصيدة طول الليل فيقول له اياها، يقول له بعطيك جائزة اذا هي القصيدة مو محفوظة، يقول له اياها، يقول له بعرفها من زمان. فيقولها فينسطل الشاعر العمى، توارد الخواطر ببيت وبيتين مو بقصيدة. بيقول له في غيري بيحفظها، جيبوا الغلام، العمى الغلام مو صاروا مرتين، جيبوا الجارية 3 مرات. فسمع الأصمعي، هذا اللي عم تقول هلا ارزي هدول الكلمتين. سمعت اصبعي اول شيء. الاصمعي لا مو الاصبعي، اجى الاصمعي فتنكر لانه كان شاعر مشهور واختار بعض الكلمات الرهيبه وعمل منها قصيده بحيث يعجز هذا الخليفه وياخذ منه جائزه كبيره. فبيفوت لعنده بيقول له بتعرف الشروط؟ بيقول له بعرفها. بيقول له قول. اسمها صوت صفير البلبل. فبيقول له الاصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قد طفته من زهرة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والقود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دن لي، والطبل طبطب لي، طبطبط 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 طبطب لي، والسقب سق لي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد الخمر لي مللا في مللي، ولو رأيتني راكبة على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي في السوق بالقنقنل، والكل كعكع خلفي ومن حويللي، حتى مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أسير فيها ماشيا مبغضدا للزيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.